لكن بجرة قلم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلت تبعية الجزيرتين من غرب البحر الأحمر إلى شرقه واتخذ أرض. الدولة إمتى يطمع فيها؟ لما تضعف. ده أنت موال، أنت موال أنت ليلة. أصبحت الجزيرتان السعوديتين واتخذ أرض بجهد مصري خالص لما تضعف. أنت مجرة، أنت بلاك هول، أنت لوحدك نمبر، أنت نمبر بس. اثيوبيا بكل غطرسه وبكل عدوانيه وبكل بواخه وبكل رزاله كل شويه تكلمنا انه خلاص احنا طلعنا كهرباء من السد. والله العظيم 3 هنزرع البانجو، ما بياخدش ميه يا ناس، والله ما بياخد ميه. احنا هنبني 3-4 سدود تانية برضو على الميه بتاعتكم، كل هذه الاشياء. وبعدين فدان البانجو ملايين، انما فدان الرز يا جماعه ملاليم. الدولة وتثبيتها والمشاريع القومية كتير يقولوا يعني يا ترى الرؤية بتاعت الدولة أو الرئيس في برنامجه كانت عنوان اسمه تثبيت الدولة المصرية. هو كان فيه ايه؟ هو فيه ايه؟ ما تقول انت فيه ايه؟ ليه بتقول كده؟ لأن أنا ببساطة تقديرات الموقف كلها كانت بتقول إن الدولة المصرية كانت معرضة للسقوط والانهيار. وانت الحمل الوديع المثقف الجميع اللي هتريحها وتنقلها. الموقع بتاع رئاسة جمهورية مصر ده موقع في غاية الخطورة. وانا صغير كان في ناس كبار يضربوني. معلم اتضرب بالجزمة. أنا أخذه بجدية شديدة جدا. أقول لهم إيه بقى؟ حاجة يا جماعة مهمة جدا، أنا مش عارفة أنتوا إزاي ما خدتوش بالكم منها، بس أنا خدت بالي منها. المعلم سيد اتضرب بالجزمة. لو حصل معناه إن إحنا هنبقى في مشكلة كبيرة جدا. وعشان تخش في موقع سياسي زي ده، أنا ما بعتبرش نفسي رئيس لمصر، أنا بعتبر نفسي تاجر بغال. أنت محتاج أدوات. أدبيات الرئيس حاجة وأدويات البطل حاجة تانية. ومحتاج مناخ يسمح بالمنافسة. البطل حاجة تانية. فتح القطرين على بعض. ومحتاج أن يكون وراك قواعد مؤسسية وشعبية وحزبية. ففهمناها سليمان. لا ممكن تكونوا شايفين، بس أنا شايف أكتر. مين اللي يقيمني؟ ما حدش يقيم. ففهمناها سليمان يعني إيه؟ يعني هو آتى سليمان القدرة على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. يهب على القلب ويتلقفه العاقل ولا يعرفه الدارس. أنا مش شايف أن العمل الحزبي في مصر مؤسس يتحكم فيه الآن الأجهزة الأمنية. فكانوا يقولوا لي إحنا عايزين نحافظ عليك، أنت الأيقونة بتاعتنا. إن أنا جات لك وأدخل معاك في حوار، وأنا ممكن أقول لك حاضر وتفضل في نظر حمار. أنت الأيقونة بتاعتنا، أنت البطل. جميل. هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟ مش عارف وأن الإعلام ما هواش حر ومكبل بشدة. لما حد يتكلم في الإعلام ويقول لي كرتونة البيتزا زادت 10 جنيه، أنت بتساعد في المصر؟ لأن أنا عندي كلابي. أنتوا إيه؟ كلابك يا فأنا مش شايف إن المناخ ده يسمح بالانتخابات الحرة. وكل واحد يقول اللي هو عايزه وأقعد أنا إيه أسمع منه بتعلم يعني. لا. أنت لما تكلم الأجهزة المختلفة تقول لك أنا خايفين من الفوضى وخايفين من المجتمع يتفك وأمامنا تحديات. ومستعد لحوار شفاف وعميق. إيه يلا؟ وإيه؟ شفاف وعميق. وإيه؟ مع أي حد. المركز ده مصنف رقم 3 مش كده؟ المستوى بتاعه 3 ده من أعلى المستويات اللي موجودة في العالم، بس مش هو أعلى حاجة. أعلى حاجة هو المستوى الخامس. الرابع ولا الخامس؟ الرابع بس. ولا يا وليد؟ بس احنا يعني ده مستوى الثالث، ده حاجة برضو يعني عظيمة يعني. يعني في دول تانية فيها الخامس. بس برضه هتناقشني تاني. لا. ومستعد لحوار شفاف وعميق مع أي حد. برضه في خامس. لو انا قلت انا في خامس يبقى في خامس. العلبة دي فيها فيل. لا خاتم. أقول لك فيل. فين؟ فيها
تعليق على الوضع الاقتصادي. هقول لك ايه؟ مش كلام اقوله اصلا، انا عندي يأس وملل. فان شاء الله 30/6/20 تكون الدولة المصرية في موضع تاني. كل الأوضاع مش وضع واحد، مش بقى رخاء ومضاعفة المرتبات، لا لا لا. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. طبعا احنا لم يحدث في تاريخ مصر وضع اقتصادي بهذا السوء، وهناك قلق شديد جدا. انا بكلمكم بجد، انتوا ما تعرفونيش، اسالوا الجيش والمقاولين اللي بيشتغلوا معانا سامعين الكلام ده. اسالوا المقاولين اللي اشتغلت معايا. ده كان ايحة، ده كان بيفكركم في موائد الرحمن ومفهمكم انه مطعم. الحاج سعيد موجود؟ موجود يا فندم. الحاج سعيد، تاخد الفلوس بعد سنه؟ ما يودكش في داهيه غير صاحبك اللي تثق فيه. حاج سعيد، هو صاحبك اللي تثق فيه هو اللي يوديك في داهيه. انا بقول لكم عشان ما تقولوش ايه، انا بتكلم على دولة. قلت لكم قبل كده وبقول لكم تاني، ما كلش وتبقى نضيفه كده. لان انتوا لازم تكونوا باصين خلال الايام اللي فاتت ايه اللي بيتعمل وبيتعمل ليه. يا ابو سعود اديني بقى صبا زمزمه تحتاني كده من الغامق والنبي، عشان الجمله اللي جايه دي مهمه. ما كلش وتبقى نضيفه كده. اكل وتبقى اي حاجه كده. في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تتواصل عمليات قطع الأشجار، أنا ما أعرفش أعيش كده، وإزالة المساحات الخضراء في مناطق مختلفة من محافظات مصر. أنا ما أعرفش أعيش كده. الحالة ده اهي كانت عندي لحد أولى إعدادي، ما مشيتش مني لما لسعوني بالنار تحت باطي. في جهد كبير بيتبذل عشان حالة الثقة اللي بين اللي انتوا اخترتوه اللي قاعد قدامكم ده وبينكم تتهز. فوق يا واد. ما ناكلش انا عن نفسي بكلم عليا عشان ولا حاجه خالص. اكل ايه ونبقى احنا. يغير وجه مصر. مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش. يا الف مرحبا. يغير وجه مصر، والفجوه الضخمه بين اللي احنا عايزينه وبين اللي احنا موجودين فيه نشتغل فيها ونحل فيها، يوم يحصل على الارض تغير حقيقي، الناس تحسه كل في مكانه. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق. موضوع الرغيف اللي هيعيش وهيغلى وما يغلاش، لا طبعا لم يمس ولن يمس. خفضت الدولة المصرية الدعم عن الخبز ورفعت سعر الرغيف المدعوم ولن يمس. انا قلت له انت ده واحنا بنتكلم على ان احنا نحل مساله الكهرباء، فمسؤول كبير قال لي انت بجد عايز تحل المساله دي؟ قلت له الشعب المصري لن يتحمل صيف اخر بان عنده مشكله كهرباء. فبقت المساله مساله ايه؟ بقت مساله امن قومي. ان شاء الله بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البتروليه. لن نستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية. تعتزم الحكومة المصرية شراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر. اللي كان بيشتكي من الكهرباء ما بقاش يشتكي من الكهرباء، اللي كان بيشتكي من الغاز ما بقاش يشتكي من الغاز. ما شفتش قفا بالمساحة دي، يا ساتر يا رب، معقولة؟ كل ده قفا؟ مفاجأة ظريفة ليكم، احنا قررنا يبقى قطع النور 3 ساعات. أقطع الكهرباء ولا أغليها؟ وفواتير الكهرباء لا تنخفض ايضا وهتزيد. هقطع الكهرباء ولا اغليها؟ الاثنين. واللي بيتكلم في اسكان عايز شقه سكن ليه عشان يفتح بيت جديد. ابا انا عايز اتجوز. عايز ايه؟ اتجوز. حاضر. انا بعمل دوله جديده. من فضلكم يا كل المصريين اللي بتسمعوني، يلا قول ما تكسبش قول. عندما تتألموا من ضعف الاداء، انا عامل قصور رئاسيه وقله الموارد، افتكروا المثال ده وهعمل. احنا بنصرف فقط حوالي 850 مليار، تلتهم عجز سلف وتلتهم خدمه دين. هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل. احنا بنكرر ليه نفس الخطأ تاني؟ المستفيد من شكل الاقتصاد المصري النهارده هي مجموعات ناس وليس الوطن. انا بقى انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده. فجينا على موضوع المواني في مصر. المواني دي تم طرحها قبل كده في اطار الاستثمار الخاص، ولا بأس. هي الاراضي بتاعت مين؟ الاراضي بتاعت الشعب. احنا الحق يتقال شعبنا جميل، يتسرق ويسقف الحقيقه.
قرار جمهوري جديد أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتعلق بالأراضي الصحراوية على طول الطرق الرئيسية في البلاد. لكن احنا حقيقة الأمر اللي أنا قلقان منه أن أجهزة الدولة هي المستثمر الرئيسي في البلد. القرار يقضي بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومترين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش. حد لشوق لحاجة. وجود مؤسسات اقتصادية مالية خارج الموازنة، وجود مؤسسات خارج الموازنة يعني ما بتتحاسبش من البرلمان. يا كلاوي احنا عمرنا سألنا الأسئلة دي، استغفر الله العظيم. إجمالي المساحة نحو 15,000 كيلومتر مربع، تعادل قرابة 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة 1,000,000 كيلومتر. ما فيش حاجة تخرج بره الموازنة، كل الدخل يبقى متشاف وكل الإنفاق يبقى متشاف. اسمعوا كلام كتير من ده وما تتوقفوش قدامه. هقول تاني، اسمعوا كلام كتير يقول لك هناخد منكم هنعمل منكم. طول ما انتوا كده واقفين تمام ما تقلقوش. لا متيسرة إن شاء الله. في رأيي إن إحنا في أدنى مراحل التنمية الإنسانية. عيب، لا يصح. وده معناه يعني ده عايز. أعزائي المشاهدين ما تنسوش ميعادنا، مش هتأخر عليكم، وهجيب لكم معايا غرايب وطرايف وعجائب ونوادر. ده عايز مستوى فهم. ومش هنسى اجيب لكم معايا البسمه، الدهشه، اللقطه النادره ومواقف وطرائف. 5 بالحب. ففهمناها سليمان.